كان في مطعم جرب ان هو يبقى بيوزع بونبوني على الزباين بثلاث طرق مختلفه. في مره الجرسون جرب ان هو يبقى بيدي بونبونيه واحده، الاكراميه والتب زادوا 3% بس. لما وزع بونبوني تانية لقى ان التب بعد كده زادت 14%. لكن الحركه اللي جايه دي بقى كانت هي السحر كله، انه لما الجرسون ادى للزبون بونبونيه وبعد كده مشي ورجع له بعديها بشويه اداله بونبونيه تانية، الزبون حس ان دي حركه مميزه قوي وحركه مخصوصه قوي، علشان كده راح مزود له الاكراميه ل 23%. كلمه السر في العمليه دي كلها هي 3 مبادئ. اولا المعامله بالمثل، هتجاملني هجاملك. التخصيص، لما بتخصصني بحاجه وترجع لي مخصوص علشان تعملها لي طبعا هحس بان انا مميز عنك. المفاجاه، هو انك فاجئتني انك اديتني حاجه بشكل مميز ومختلف عن باقي الناس اللي موجود، وبناء عليه انا كمان قررت ان انا بفاجئك بالتب بتاعي. انت كمان قدم حاجه بشكل غير متوقع، خليها بشكل شخصي، وحاول انك تبقى دايما بتقدمها بسعاده وانبساط. جاهز تبقى بتعمل دوت في البراند بتاعك بنفس الطريقه؟ اكتب لي في الكومنتات ممكن تبقى بتعمل ايه مع الزبون بتاعك بحاجه ليها علاقه بالبراند بتاعك انت.